انتوا هسه بتخوضوا في اعراض الناس ده. عليك الله في ذمتكم، في ذمتكم ما قاعدين تشوفوا الميديا دي كلها، الفيديوهات دي بتتوزع، بتمشي في الفيسبوك، بتمشي في اكس، بتمشي في كل المكان. لما يجيبوك راجل كبير كده بدقنك وبتاع تقول انا عندي 40 فيديو لفلانه وانا شفت ما اعرف لك فلانه. يا اخي فلانه دي افترض انها دعاميه، افترض انها بتدعم الجيش، افترض انها بتدعم اي جهه. عليك الله في ذمتك دي ما سودانيه؟ عليك الله في ذمتك دي ما سودانيه؟ كم بقى الدعم للجيش ما سودانيه؟ وكم بقى الجنجويديه ما سوداني؟ يعني عشان خلاص بقى الجنجويديه بس خلاص معناته اعرضهم ده اعراضهم بتاعت البنات ديل كلهم في السوق، واعراض انتوا اخواتكم في بقول شنو مش في الصندوق. عليك الله اخجلوا، عليكم الله اخجلوا والله. وانا متاسف جدا لاخواتنا اللي بيكونوا قاعدين في المنصات ديل وبيطبلوا وعاملين فوق ان احنا داعمين للجيش وان احنا داعمين للاسر. الوحده فوقكم عليك الله في ذمتها. عليك الله هسي انتوا ما عندكم اخوات، ما عندكم اخوان كبار، ما عندكم وليان. لما زمانكم كله تقعدوا تتكلموا في سراويل اخواتكم هي فرقها شنو سروالها، فرقها شنو من سروالك انت؟ على الاقل سروالها هي فرقها شنو من سروالك انت؟ لما الوحده تكون قاعده في منصه فوقها 5-6 رجال، 5-6 رجال، يعني شوف قله الحياه وصلت بين لحد وين. عليك الله شوف، عليك الله شوف الوضع، شوف الحرب دي وصلتنا لحد وين. لما قلنا من بدايه الحرب اطلعوا من اعراض الناس، اطلعوا من المجتمعات، الكلام ده ما قاعدين نقوله ساي، الكلام ده قاعدين نقوله عشان عارفين انه بكره الليله بعد بكره الليله كده الموضوع بمشي بعيد. هسه للاسف الشديد الموضوع مشى بعيد. يعني في ناس انا كنت والله العظيم انا كنت بنظر لهم نظره بتاعت اخواتي ما ولدتهم امي زمان، وكثير من الناس، لكن اتفاجأت. وفي واحدين انا بفتكرهم يعني اخوان وبفتكرهم والله العظيم 3 يعني ناس بجد بحس انه ناس فاهمين وبتاع، لكن والله سبحان الله لا اتفاجأت فيه. والله اتفاجأت لما تلقى واحد ماسك التليفون الثاني ده ما بحلف بالله عندي 40 فيديو لهنا وعندي لبيت مملصه وديك كمان انا ما اعرف عندي حاجات فلان. التايم لاين السوداني اليومين ده اقسم بالله بقى وحياة الله والله بقى والله تقول ما يا خليفه. ربنا يهدينا يا ربنا يهدينا ويهديكم. عليكم الله انظروا للنظره دي بطريقه موسعه كده. عليكم الله. انا والله اقول لكم اي موضوع ثاني اشغلوا به الشعب السوداني، مش دايرين تشغلوا الراي العام من الاوضاع الماشيه في السودان، اقول لكم اي موضوع ثاني، لكن عليكم الله اطلعوا من الاعراض. عليك الله اطلعوا من الاعراض، اطلعوا من الحاجات دي. الله والله اقسم بالله والله ده عار علينا، عار علينا والله، عار علينا والله، مقرف شديد والله، مقرف ووسخ ذاته والله، ده عار علينا والله، ده بيسجلوا لنا. انت قال الحاجات دي بتنتهي مع الحرب دي؟ ما بتنتهي مع الحرب. الكلام ده ظللنا قاعدين نقوله وتأثيره حيكون مستمر بالمناسبة في المجتمع. وانت ذاته ترى بالمناسبة الزر قاعدين بيجيبوا صورتك وبيجيبوا فيديوهاتك وبيجيبوا حاجاتك دي كلها، والله العظيم ترى شغل ده بقعد، شغل ده بيسجل. ترى احنا عندنا فيديوهات كثيرة وقسما بالله امورنا جاية فوقها، لكن ما وصلتنا لمرحلتكم دي. فبالله الذي اطلع من الموضوع بتاعت الاعراض ده يا اخي، اطلع من الموضوع بتاعت الاعراض ده، شوفوا لكم موضوع ثاني امشوا بيه. عليك الله شوفوا لكم موضوع ثاني امشوا له. فانا كده انا انتهيت من المواضيع الخفيفه اللي اتكلم عنها، خلونا نخش في الموضوع الثقيل. طبعا وانا مفترض اليومين دي والله العظيم 3 ما اطلع لايف اتكلم.